السلام عليكم اخوتي الكرام. اليوم ان شاء الله جبت لكم هذا النوع جديد من مفرش طاولة. خدمت هذا ومنين عجبني قلت نخدم معاكم واحد اخر وان شاء الله يعجبكم. راح نشوفوا الطريقة تاعو ان شاء الله. نبداو بسم الله. لهذا المفرش نستعملوا عندنا الجلد الابيض اللي انني ديرته اللي في البيج شويه لاكولر تاعو، ونحتاجو نستعملوا الجلد ديرته في الغوز. وهنا ما نقدرش نعطيكم العبر نيشان لانه كل وحده والطابله اللي عندها، كاين اللي عندها طابله كبيره كاين اللي عندها طابله صغيره. انا نعطيكم فقط الفكره والموديل وانتم تعبروا على حساب الطابله اللي عندكم. انا الاول عملته شويه كبير، الان هذا اللي احنا نعملوا معاكم نعملوا على الطابله تكون شويه صغيره. ومن هذا ناخذوا نعبروا على الطابله، نشوفوا الوسط تاعها وين هو. راح نعمل من هذا الغوز نقطع منه 3 مستطيلات يجوا في وسط الطاوله كما شفناه في الشكل. بعد ما نقصوا كما هكا اشريطه طويله، راح نقوم بالتبراج تاعو. راح نبرجو هنا. نعطيكم فكره كي تبغوا تبرجوهم تقصهم هكا، يعني ما تبداوش منا، بداو منا باش النهايه هنايا تجيكم كيف يعني كنت تبداو منا من بعد هنا النهايه لازم نبداو منا باش النهايه تخرج لنا كيف كما قلت لكم. انا هنا رسمته، راح نعمل الجهه الثانيه. يعني هنا تشوفوا كيما هكا، وتشوفوا هنا هذه هنا هكا النهايه هنايا، يعني نحبس هنا باش يجونا كيف الاقواس او التبرج. راح نكملها يعني بعد ما رسمته راح نحكمه بلي بانكل باش ما يهربلناش في القص. راح نقص حتى لهنايا وهنا، من بعد باش نرجع نقص هذا الجانب منا. اللي بعد ما قصيته الان واش ندير، راح نثنيهم هكا في زوج. راح نعمل هذه هنا هكا، نكملها دائرة. من هكا نتحصل عليه كيما هكا. الان راح نعملو ذوك القلوب. باش نديرو راح نثني
كيما هاك الوسط، نحكمو بلي بانك. الان هنا في كل زوج هذو اقواس في الوسط تاعهم راح نرسم القلب كيما هاك. هذا الشكل، يعني هنا بعد ما نقصوه حنتحصلوا للقلب. الآن بنفس هذا القلب اللي قطعناه راح نبدأ، يعني كل زوج كيما أنا هنا في هذه عملتو برشتو كامل كيما هاكا، درتو له القلوبة يعني كيف عملتهم هكا كيف. الان الوسطاني ما راحش نعملو كيما هاك، راح نعمل القلوب يشوفوا عند بعضهم، يعني هذا مقابل هذا يشوف بعضهم، يعني بالعكس. الوسطاني هذا هو راح نعمله درك بالعكس، يعني رسمت هذا القلب منا، الان راح نعاود نرسمه منا. راح نرسمه هكا كيما قلنا بالعكس، يعني منا رسمنا كيما هاك منا، راح نرسمه منا. الان راح نزيد واحد منا. هنا بعد ما عملت زوج يشوفوا هاك وزوج يشوفوا هاك، الان راح نعمل هذا الزوج هنا حدا بعضياتهم. راح نقوم كامل بقصهم ونشوفهم ان شاء الله. الان هنا بعد ما قصيتهم شوفهم كي يخرجوا كيما هاك. الان راح نعبرهم، نقوموا بالخياطة تاعهم على الجلد الابيض، وهذا القلوب هم اللي راح نعملوا بهم هذوك الوردات كيما هاك كيما شفناهم. وهنا الان بعد ما اني عبرته هكا وشفت الوسط تاعو بلاصيتهم، يعني لصقتهم غير بليبانجل، من بعد راح نخيطهم. الان راح هذا القلوب راح نعملهم الوردات. ايضا نحكمهم كامل بليبانجل، يعني نديرو نفس الشكل اللي رانا شفناه في الاول. راح نكملهم كامل ونقوم بالخياطة تاعو. هنا اول حاجة راح نخيط هذا القلوبة هكا كامل، راح نخيطهم باش نرجع نخيط منه كامل هكا صاير داير.
هكا كما كنتم تشوفوا. راح نقوم ايضا بالقلوب الاخرين هكا، يعني نحاول انه ما يتكرفسناش هكا، ما يتثنناش، يجي القلب مليح. راح نكملهم كامل بهذه الطريقه، نرجع لكم ان شاء الله. هنا عندي لكم نصيحه باش الخياطه نتاع الجلد تمشي لكم مليح. دهنوها، يعني البلاصه اللي تتبعوها بالخياطه دهنوها بشويه فازلين او زيت باش ترطب لكم ويتخيط لكم مليح، يعني تجي الخياطه تاعو ساهله. شوفوا تمشى بالخف. هذه فقط نصيحه. بعد ما خيط هذا القلوبه كامل، الان راح نخيطه هكا كامل صاير داير، نلصقه ونكمل البقيه تاع القطع كامل كيما هاك، ونرجعوا نديروا البي ان شاء الله. بعد ما كملت الخياطه تاعهم لصقتهم، الان راح نقص من هذا الجلد الغوص حوالي، نديروا العرض تاعه حوالي 5 سنتيمتر، ونقصوا على حساب الطول وعلى حساب العرض أشريطة، ونلصقوهم من مع الطرف كيما نلصقوا البي. راح نقوم بالتلصيق تاعو. بعد ما خيطوه هكا راح نقلبوه، نقوم بالخياطة تاعو هكا كامل صاير داير. عندنا هنا بعد ما خيطنا هذه يمنا، كي نرجعو نديرو هذه خيطو هذا البيمنى من الجهه السالجه تاع الجلد. راح نعمل هكا هنا، راح نثنيها هنايا باش كي نعملو هنا باش تجينا هنا الشكل تاعنا جميل هكا. راح نقوم نكمل ايضا بالخياطه تجي كيما هاك. صدقوني كي ديروا الزيت هكا وتولوا تخيطوا في الجلد ما تنغبنوش كامل مع الخياطه تاعو، تجي خياطته سهله. بعد ما كملت كامل الخياطه تاعو راح نعمل هذا القلوب هنا في هذه الزاويه، نحط كي من هكا. راح نلصقو غير هكا برك، ندير غير خياطه في الوسط. هكذا راح نكمل البقيه. وهذا هو بعد ما كملته في الخياطه كامل. شوفوا سمحوا لي راني شويه مقريبيه، يعني كملتو كامل الخياطه. هنا ننصحكم كي تولوا تخيطوا هنا ديروا في اللاكانه، ديروا الخيط الابيض باش ما يبان لكم شيء، وكنولوا هنا نخيطوا في هذا البي هكا تاع الجلد نديروا الخيط اللي في الغوز باش ايضا ما يبان لنا شيء، بتجي الخياطه نقيه وشابه. والان هنايا راح نقوم بالتزيينه. راح نعمل له هذا نعمل في كل قلب نعمل حبه كما هنايا كما هذا هكا. راح نكملو في التزيين ونشوفوه واجد ان شاء الله. هذا هو النابخو بعد ما كملت وقمت بالتزيين تاعو. يعني انا قلت لكم هذا النابخو خدمته وحده وسطني، خدمته على نابخو على طابله صغيره. انا هنا هذه طابله كبيره يعني مش جاي طايحه عليها كاع كامل. المهم خاوتي اذا عجبكم النابخو تاعنا تاع اليوم ما تنساوش تعملوا لنا لايك. اذا كنتوا جداد في القناه مرحبا بكم، ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس كي يصلكم كل جديد. ومع السلامه الى لقاء اخر ان شاء الله.